بيبتدي الفيلم بالأب ماك وكان بيحكي قصة الأطفال الصغار عن مجموعة من البط، وكانوا عايشين في بحيرة صغيرة، والبط بيقوم فرحان من النوم يرقص ويعوم وهات يا لعب. بس ما كانش كل البط بيعمل كده، كان في بطاطين منهم حاسين بالملل والزهق، وكان نفسهم انهم يخرجوا من البركة دي ويكتشفوا العالم الشاسع. وفي يوم اتخبطوا في عقلهم وقرروا انهم يطيروا في مكان بعيد عن البحيرة، بس قابلوا حيوانات أشرار وطيور مفترسة وحاولوا إنهم يقتلوهم، ولكن البطتين الشجعان قرروا إنهم يدخلوا في قتال معاهم، وعشان شجاعتهم دي في الآخر ماتوا. ونشوف البطتين الصغيرين بيبقوا مرعوبين ومستنيين بقية الحكاية، ولكن الأب بيقول لهم مستنيين إيه؟ ما خلاص ماتوا يا جماعة. وكان عايز يحكي لهم هم ماتوا إزاي، ولكن بتيجي الحاجة بين مراته وتبتدي تطمن ولادها وبتقول لهم إن البطتين ما صابهمش أي أذى ورجعوا بالسلامة للبحيرة بتاعتهم. وبتقول لماك انه ما ينفعش تحكي للاطفال الصغيرين قصص مرعبه زي كده، ولكنه بيقول لها انه بيعمل كده لمصلحتهم، وانه بيخوفهم عشان ما يفكروش يسيبوا البحيره بتاعتنا. ونعرف ان ماك مش بيحب المغامره وبيكون جبان جدا وعايز ولاده يكونوا زيه. وهم في البحيره بيسمعوا صوت مجموعه من البط المهاجر واللي بينزل البحيره بتاعتهم، واول ما بيشوفوهم داكس وجوين بيروحوا عليهم وبيرحبوا بيهم وبيتعرفوا عليهم وبيكونوا سعداء جدا علشان اول مره يشوفوا بط مهاجر. وداكس بيروح يتكلم مع بطاية منهم اسمها كيم وبيبتدي يتعرف عليها وبيعاكسها، ولكنها بتقول له ان هما مش هيتصاحبوا وان هي قاعده هنا مش كتير يعني علشان هما مسافرين لجامايكا. وبتقول له لو عايز تيجي معانا ممكن تيجي انت وعيلتك. وقتها بيكون مبسوط جدا وبيوافق على طول. وكيم بتقول له ان هي هتقول لابوها انكم تيجوا معانا. ونشوف ماك وبام بيدوروا على اولادهم اللي اختفوا فجاه، ولما بيلاقوهم جوين بتفضح اخوها وبتقول لهم انه اتكلم مع بطه منهم وعاكسها وطلب انه يتجوزها. بس داكس بيقول لهم انها كدابه ومفيش حاجه من دي حصلت وبيضرب اخته.